اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى أخواتي؟ رب تكونوا بألف خير. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الشهر المبارك الفضيل شهر رمضان. النهاردة إن شاء الله عملنا بقى مشتريات لشهر الخير وشهر البركة اللي هو شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا انتوا شايفين بقى الأجواء كلها جميلة، والفانوس الأحمر الحلو ده بنتي جايبهولي هدية في عيد الأم، احلى هديه منها. وزي ما انتم شايفين كده بوجي وطمطم بقى والانوار وهله روايح رمضان. كل سنه وانتم بخير وصحه يا رب. هنبدا مع بعض كده الفيديو ونقول لكم على المشتريات اللي احنا جبناها في رمضان باذن الله. بس هقول لكم على معلومه مهمه جدا. الحاجات دي انا ما اشتريتهاش بصراحه مره واحده، لا انا اشتريتها على ايه، على مدار شهر بحاله. يعني كنت بجيب حاجات وبجمعها بحيث ان ما يجيش عليا رمضان وانا مضغوطه ماديا ومعنويا، بحيث ان الحاجه غاليه جدا. الله المستعان، ربنا يعين الناس كلها. فحبيت اقول لكم المعلومه دي علشان انا بعاملكم بكل امانه وبكل صدق. معايا ايه النهارده كده؟ بسم الله. ما اول حاجه كده جبتها، الحاجه دي جميله جدا عجبتني، الكوبايات الصغنونه دي عشان انا عندي اطفال صغيرين. جبت الكوبايات والشفشق الحلو الجميل ده، لونه كده عجبني ولقيت لونه غريب، جبتهم ب 40 جنيه. وجبت كمان معايا الفراده، ما كانتش موجوده عندي، وقطعت البطاطس دي كانت عامله 20 جنيه ودي 20 جنيه. وكمان جبت السكينه دي معايا كانت عامله 40 جنيه، قلت عشان اللحوم وكده ولو ذبحنا وبتاع فتبقى عندي حاميه وجاهزه. وجبت كمان صينيه البوجي وطمطم الجميله دي، عجبتني برده جدا، كانت سعرها عامله 30 جنيه. طبعا غليت جدا لان حجمها صغير. هي المفروض الحجم الصغير ده ما تزيدش عن 15 20 جنيه، بس انتوا عارفين بقى زياده الاسعار والدنيا عامله ازاي. وبقول لكم زي ما انتم شايفين كده الزينه دي كلها كانت موجوده عندي، المفرش والنور وكل الحاجات دي كانت موجوده عندي. كل اللي عملته بس ان انا فرشتها خلاص كده. وجبت كمان الازازتين الحلوين دول اللي هعمل فيهم ان شاء الله احلى عصير. نعمل بقى عناب، نعمل صوبيا، نعمل تمر، نعمل عصير مانجا ان شاء الله باذن الله. كله هنصوره مع بعض. فعجبوني الازازتين دول، سعرهم كان عامل 17 جنيه. خلاص طبعا الايه، انا هقول معاكم حاجه حاجه علشان بس عندي الرخامه مش هتاخد كميه ما شاء الله الحاجات اللي انا جايباها. خلاص. ومعايا هنا دي اكياس ايه، اكياس اللي هي بتاعت رمضان بتاعت المخدات بقى، بتبقى شكلها حلو قوي عجبتني جدا. بوجي بقى وطمطم وفنانيس وكل الاشكال تحفه. يعني انا بقيت محتاره اجيب ايه ولا ايه. المفرش كان عامل 20 جنيه، جبت الخمس مفارش ب 100 جنيه. حضرتك برضو ممكن ما تضغطيش على نفسك خالص وتجيبي كل حاجه براحتك، بحيث ان ما يجيش عليك الشهر تكوني مضغوطه. لا، هاتي حاجتك من بدري وجهزيها زي كده. طبعا الاطباق دي عجبتني قوي، طقم الخشاف ده جميل، قلت ينفع معايا رز بلبن، ينفع معايا زبادي، ينفع معايا سلطات. وكمان جبت كمان طقم الصواني ده برضو انا جايباه من فتره، بس للامانه انا نسيت سعره. تقريبا عامل يا ربي 200 وحاجه، حاجه زي كده، بس مش فاكره كويس عشان الامانه يعني. لان انا جايباهم يعني من حوالي تقريبا شهر، بس كانوا موجودين عندي لاني كنت عايزه اعمل معاكم فيديو حلو كده مشتريات جميل. طبعا ندخل بقى على الحاجات المهمه اللي انا هحتاجها ضروري جدا في رمضان. قول بسم الله. معايا اول حاجه دي زبده المصريين، زبده صفرا بقري يا جماعه، جميله جدا. بصراحه انا ما رضيتش اعرضها غير لما اجربها. انا سيحتها وجربتها تحفه، جربتها في البيض جميله، البيض اللي هو المقلي، جربتها في اللسان عصفور والرز تحفه جميله جدا. فعايزين تجربوها جربوها. انا جبتها سعرها كان عامل 130 جنيه. والمانجا دي كانت كيلو برضو، قلت اجربها، كان عروض يا جماعه على الجروبات. خشي على الجروبات هتلاقي عروض جميله جدا. وجبت كيس المانجا عامل كيلو شرايح عامل 50 جنيه. بصوا بقى العرض ده جميل جدا، عرض الريف، عروض الريف ده برضو كنت من على الجروب. عايزه اقول لكم ما شاء الله العرض ده عجبني جدا. معايا لفه جلاش، حتى كله هتلاقوا عليه، بصوا الشنطه مكتوب عليها عروض الريف. معايا جبنه موتزاريلا، معايا ميكس جبن، معايا شيدر مبشوره، وواحده سمبوسك وواحده جلاش. من كل حاجه نص كيلو. العرض ده كان عامل 115 جنيه. جميل عجبني جدا. يعني حضرتك بس لو جبت نص كيلو جبنه موتزاريلا دلوقتي عامله حوالي مثلا 60 جنيه 55 جنيه. فانا جبت العرض ده كله ب 115 جنيه. بصوا انا بقول لكم 500 جرام يعني نص كيلو، كل حاجه نص كيلو. وهم الخمس حاجات دول انا محتاجاهم جدا في رمضان، مش هستغنى عنهم. الجبنه، الميكس، كل الحاجات دي، الجلاش، السمبوسك. وطبعا هنعمل كل ده ان شاء الله برضو مع بعض. تمام، احنا كده مع بعضينا في كل حاجه. وجبت كمان شركه الوفير ده، كان عامل 55 جنيه يا جماعه. الشهر اللي فات جبته ب50، الشهر ده جبته ب55. والباور معايا للبوتاجاز والدهون عامل معايا 18 جنيه.
خلاص كده، ما تيجوا بقى قبل ما نخش على المشتريات بقى يا مش رمضان والحاجات دي والبلح وكده. انا بصراحه جبت على قد امكانياتي يا جماعه، واللهم بلغنا رمضان. كل واحد فينا الله يكون في عونه، وكل واحد فينا يجيب على قد امكانياته. البلحه السوداء دي جميله جدا، عجبتني برضو، عامله 15 جنيه. ده ارخص حاجه في السوق يعني. وبعد كده بقى وانت طالعه بقى من 25 ل 30 ل 40، بصي البلح ده بقى ايه بقى درجات كده يعني. طبعا جبت معايا بقى الكركديه وجوز الهند، من كل حاجه نص يعني. مش هنجيب كيلو ولا حاجه، ولا وممكن كمان المشمشيه دي جبت منها ربع، لان ولادي ما بيحبوهاش خالص. وجبت كمان البلح الطري ده، بنتي بتحبه كده على الفطار. الاسعار بتاعته بقول لكم بتبدا من 60 وانت طالعه. خلاص في ب 60 وفي ب 90 وفي ب 160 يعني، على حسب حجم العلبه. وجبت كمان معايا نشا، وجبت نص كيلو فول سوداني، وجبت كمان قمر الدين. بس تيجوا بقى قبل ما نكمل بقى الفيديو هنمشي مع بعض كده، نقول الدعاء بتاع رمضان. اللهم إني نويت صيام شهر رمضان، صيام وقيام وختم القرآن والتقرب بكل الأعمال الصالحات، فإن بلغتني إياه فأعني فيه على الصيام والقيام وختم القرآن، وإن توفيتني قبل قدومه فلا تحرمني أجره وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. يلا بقى حضرتك جاهزة لرمضان؟ جاهزة، مش جاهزة بقى بالمشتريات اللي انت شايفاها دي، لأ. جاهزة كده ان انت تكوني مسامحة، ان انت تكوني راضية، ان انت تكوني كده تستقبليه وناوية وكل خير جواكي تعمليه. بصوا بقى، احنا النهارده شعارنا شنطه ليك وشنطه لجارك، تمام كده. ده الشعار بتاعي النهارده. طبعا شايفين المشتريات دي بسم الله ما شاء الله. انا هعمل منها شنطه لاي حد جار عندك، والله مش عشان تصوير ولا عشان خاطر ان انا ايه عايزه اعمل فيديو، لا والله الكلام ده حقيقي بجد. ان انت مثلا بتعملي شنطه ليكي وشنطه لجارك، دي حاجه جميله جدا. باقل امكانيات عندك طلعي، وربنا يكافئك عليها كل الخير، لان انت ناويه خير. انا بقول لكم التومين ده بتاعي كده كده، انا هحتاج ان شاء الله سكر كتير في الايام الجايه للعصاير والحلويات. فسكر التومين ده كان موجود عندي يعني، فمش هطلع منه طبعا، انا بطلع من احلى حاجه ولادي بيحبوها وبياكلوا منها، فبطلع منها. خلاص. طبعا سعر التونه كان عامل 18 جنيه، والمنتجات زمزم دي كانت جميله جدا عجبتني يا جماعه. كيس المكرونه كان عامل 9 جنيه وعامل عروض حلوه جدا، وفي حاجات والله ناسيه اسعارها. وطبعا كيس الفول مفيش غنى عنه. وجبت كمان السمنه الكريستال دي كانت عامله 100 جنيه، ومرقه الدجاج كانت عامله اللهم صل على النبي 28 جنيه. واللبن اللي انتم شايفينه ده كان عامل سعره 27 جنيه، وفي كمان اماكن بتبيعه ب 30. وازازه الزيت دي ب 60، والصغيره كانت حوالي 700 جرام عامله 38 جنيه. طبعا بقى الشنطه اهي اللي انا بقول لكم عليها، من كل حاجه كده هحط فيها. انت كمان تشجعي وطلعي من ابسط الامكانيات اللي عندك، والله وربنا هيعوضك خير وهيرزقك اكتر من ما كان عندك باذن الله. حطي في نيتك كده وخلي ثقتك في الله. ده شهر الخير يا جماعه، بيجي بخير والله. الناس اللي شايله هم ما تشيلوش هم. طبعا بصوا شنطه البلح دي 2 كيلو، وهحط كمان من الكركديه اللي عايز بقى يعمل عناب. كل حاجه عندي باذن الله هطلع منها. كمان حطي كمان كيس مكرونه سباكيتي. وبقى انا بقى بدور كده مع نفسي بقى، وسكر واللهم صل على النبي، وكيس من الرز. المنتجات دي جميله جدا. زمزم ده انضف حاجه بصراحه. العرض ده اول ما لقيته قدامي انا اشتريت، ما ترددتش خالص. وكمان علبه تونه بقى للي عايز يتسحر تونه بألف هنا وشفا. بصوا انا بقول لكم الشنطه دي كده خلاص راحت لصاحب نصيبها، يا رب بألف هنا وألف خير. انت اعملي من اي حاجة عندك امكانياتك، بس اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك. لو بتمر انت بتستقبلي الشهر ده ان شاء الله، لو بتمراية بتطلعيها ربنا بيأجرك عليها اجر عظيم جدا. لان افطار الصايم ده مش مجرد بس انت بتفطريه واكل وشرب، لا انت كمان بتدخلي الفرحه والسعاده عليه وعلى عياله وعلى بيته. فتخيلي بقى لما بتسعدي اسره بحالها بحاجه بسيطه جدا، بحاجه بسيطه جدا من بيتك، من اي حاجه عنك. شوفي انت بقى مقامك عند ربنا، وشوفي ربنا هيكافئك عليه ازاي. يا رب يا رب يعود علينا رمضان اعوام واعوام بالخير دايما. والفانوس الحلو ده ما اقدرش استغنى عنه دايما كده قدامي، عشان خاطر كده احس باجواء رمضان الجميله. ويا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، مشتريات حلوه. الله يا رب يعين الناس كلها. اشوفكم في رعايه الله، ودمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.